أي شيء، لأنه الشيء اليوم اللي نشوفه فيه في المغرب العربي، يا أخي حاربوا في ليبيا، يحاربوا في تونس، يحاربوا في المغرب. يعني ما فهمتش أنا يعني ماذا يريدون من المغرب العربي، ماذا يريدون من المغرب العربي. صراحة أنا أريد أن أوجه رسالة، طبعا تحية للشعب المغربي يعني ولكل المغاربة والليبيين اللي صارت لهم الأحداث الأخيرة، ولكن السباب والشتم اللي يجي من الجزائريين تجاه كل الشعوب العربية بدون استثناء خاصة في المغرب العربي صدقني يعني غير مبرر. وأنا يعني لو هناك عالم اجتماع في معنا يعني فقط يعني ماذا يريدون من المسلمين ومن العرب يا أخي؟ جيرانهم ويسبون ليلا نهارا. علاقتكم أنتم يعني في تونس يعني على التصاق، ودائما الجزائريين يتوافدون عليكم. كيف علاقتكم أنتم؟ أولا من الجانب الحكومي، قيس سعيد أين موقعه من الإعراب؟ سمعنا أنه تتبن، أصبح الآن تبونيا ويدار من تبون يعني حاول النظام الجزائري أن كما يقولوا أن يورط تونس في قضية الصحراء، ولكن بما أن الدبلوماسية التونسية يعني كان لها مراجعات واليوم الموقف التونسي تعدل، كان بالإمكان أن تسقط تونس في فخ يعني النظام الجزائري وتدخل في صراعات مع الشقيقة المغرب، ولكن الحمد لله اليوم تونس رجعت النقطة معناها محايدة يعني وترى الأمور لحظة، أنتم كنتوا في الحياد الإيجابي، كانت تونس سابقا حياد إيجابي جميل، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كانت تجلس، لكن مؤخرا جلس رئيسكم مع إبراهيم غالي في طاولة واحدة واستقبله استقبال الرؤساء، وهذا مما أثار حفيظة كل المغاربة. يعني هل أنتم كتوانسة تعترفون أنه فعلا رئيسكم الآن مصادر قراره وأن قراره بيد تبون، أم أنكم تنكرون ذلك؟ ثم الجالية المتواجدة عندكم، سمعنا أنهم يتهجمون ويقذفوكم في أعراضكم ويسبونكم ويذكرون نساءكم. قل لي كيف علاقتكم بهؤلاء التبونيين؟ لأنه علاقتهم بالمغاربة معروفة، لكن أنتم كتوانسة ما أدري كيف علاقتكم به. كلمنا. سأجيبك على النقطة الأولى. هو الحدث السياسي كان في تونس، كانت هناك قمة ودعي إليها يعني هذا الرئيس اللي سميته متاع جبهة الانفصال، وهو يعني زار يعني جنوب أفريقيا لما القمة يعني قامت في جنوب أفريقيا، وزار كل دول العالم، وحتى الملك المغربي كان متواجد معه في نفس الصالة. يعني ليست بدعة أنه إجا تونس واستقبل في تونس، فبالتالي حاولت الجزائر أن تركب على هذا الحدث العالمي وتبين أنه خلاص تونس اصطفت معنا، ولكن تونس لم تصطف مع الجزائر ضد أي دولة عربية أخرى، دائما في الحياد الإيجابي. وتونس اليوم لو ترجع للخارجية وبيانات الخارجية، يعني هناك مساعي حتى في المجتمع المدني أن نعيد علاقاتنا مع المغرب كما كانت، وربما نطورها أكثر، لأنه نحن في نهاية الأمر لا نبحث عن حروب يعني مجانية مع الشقيقة المغرب ولا مع حتى دولة عربية. بالنسبة للنقطة الثانية، نحن في الشعب الجزائري، إذا كان هناك شعب في العالم يتحمل كل يعني سلبيات هذا الشعب هو الشعب التونسي. يعني بدون فيزا يدخلون لتونس، عندنا بنية تحتية سياحية عالمية، يعني يزورونا أكثر من 10 مليون سائح في العام، الفرنسيين على ألمان، كل العالم يجي لتونس، فالأبواب مفتوحة للجزائريين لعائلاتهم، يعني أماكن يعني فيها أمن وأمان في تونس، لأنه تعرف في الجزائر الكثير من الأماكن غير آمنة والبنية التحتية مهترئة، يعني ما عندهمش بنية تحتية سياحية تخليهم يعني يصيفوا في بلدانهم، فيجونا لتونس ومرحب بهم. ولكن للأسف يعني مواجهيننا بالسباب وبالشتم في أعراضنا، يعني الجزائري يسبك في عرضك، يعني شوف قلة الاحترام. ولما تقبلوهم، واحد يسبك في عرضك، لماذا تقبل عندك في البلاد أصلا؟ هناك اليوم في تونس تغير مزاج عام كبير جدا تجاه الجزائريين، وهناك حملات كبيرة من المجتمع المدني على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك اليوم حتى حملات مضادة من الجزائر يتأسفون ويقولون نحن خاوة ويريدون يعني أن يعيدوا الأمور إعصابها. ولكن أنا أقول لك اليوم الشعب التونسي فاق، نقولوا استفاق، لأنه صراحة أنا حسب رأيي الشخصي اليوم علاقة الجزائر بتونس وبكل البلدان العربية أصبحت يعني علاقة جديدة، انتهت من مسرحيات تبع احنا قوة عظمى واحنا مع فلسطين ظالمة وظلومة، بان بالكاشف انهم شماعة. تونس دعمت فلسطين، مشكور اخوي الاسعد. السلام. تونس دعمت فلسطين أكثر من ما دعمت الجزائر، وآخرهم الشهيد الزواري. لمن لا يعرف التاريخ، الشهيد الزواري كان أنا أريد أفهم شيء. أنتوا كمغاربة
أو كتوانسة متى ستقولون ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار كما قالوها المغاربة؟ يعني المغاربة تخيل بعد كم تقريبا 50 سنة وهم يخاطبون العالم. أنا واحد من هذا العالم الذي لم أكن أعلم بشاعة هؤلاء الناس. الآن أنا عرفت، وعن طريقي أنا وعن طريق منصتي هذه الحمد لله عرف الملايين من المشارقة مع من حشركم الله كلكم وليس المغاربة. أنا أتمنى يا أخواننا المغاربة أن تتركوا هذا الشعار أفريقي بشكل كامل لكل دول الجوار، مش لكم وحدكم. يعني الآن التونسي يستطيع أن يقول ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار، والأخ الليبي يستطيع أن يقول ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. فالمسألة يعني لا تخص المغرب. شوف يا أخي التونسي، أنتم الآن تقول لي أنه هناك مزاج تونسي يعلم الآن بشاعة هؤلاء الناس وأنهم يعني، ولا نعمم الجميع، أكيد هناك جزائريين محترمين حتى لا نظلم الآخرين، لكن أنا عندي فيديوهات يدخلون في أعراضكم. يعني تخيل أنه يسأل لماذا جيت تونس، يقول لي البنات رخاص، البنات في تونس رخيصات، يعني بيروح يقضي غرضه إلى هذه الدرجة. ومن داخل تونس الجهات المختصة عندكم لماذا تسمح بمثل هذه الممارسات؟ أقل شيء هذا أعراضكم يعني وكرامتكم، أنه واحد يجي يسب المرأة التونسية من داخل تونس وانتم ساكتين. أقل شيء يعني يكون ضغط على وزارة السياحة يا أخي، أنه هذا يلقى عليه القبض ويحط في القائمة السوداء أنه ما يدخل تونس، يبعد إبعاد كامل ويحط اسمه في المطارات وما عاد يدخل. واحد سب أمك، سب أختك، سب يدتك، سب كل تونسية في هذا البلد. ما هي الخيارات أنتم كناشطين أمامكم أنه يمنع هؤلاء الناس أو تمنع هذه الممارسات للأسف الشديد؟ تفضل يا أخي. ما أؤكده لك يا صديقي أن هناك استياء كبير جدا من المجتمع المدني، وخاصة يعني يقول لك المؤثرين في الوسط التونسي بما يعني صحفيين سياسيين. اليوم الأصوات أصبحت تتعالى ضد ما يسمى، قبل كنا نسمى فيها الشقيقة الكبرى، اليوم أصبحت الجزائر يعني موضوعة في زاوية، موضوعة في زاوية. سماها أنت حزب النهضة الشقيقة الكبرى خويا البي، ما نسموهاش احنا كالجنوب طبعا ورجع على التالي ما نسموش الشقيقة الكبرى. هذه سموها جماعة النهضة، هذه الشقيقة الكبرى. أنا عندي مداخلة صغيرة خويا الباهي وباش نخرج مانيش باش نطول، ومشكور خويا الأسعد. ما زالت أصوات تونس. تفضل يا أخي، اسمح لي إذا سمحت أخي اللي يتكلم، خلي الأخ هذا قلعة الأجداد. كنت نسمع فيك الأخ التونسي، كنت نسمع فيك الأخ التونسي، مشكور على مداخلاتك، لكن حقيقة عرفتك اللي يدهن بلا فلوس، تسمع بيك اللي يدهن بلا فلوس يخدم بلاش بلغتنا احنا بالتونسي. الشقيقة الكبرى وهاللغة التافهة هذه ما ثمش خويا البي. أنا نفكرك أنا في عهد بن علي قبل 2011 لما يجي يجيب أمريكي معاك للدار، ولا جزائري ولا ليبي ولا أي كان، تعلم عليه الأمن. الوحيد المغربي ما تعلمش عليه الأمن. واحد قبل 2000 لحظة في عهد بن علي إذا أتيت أي قبل 2011 ريت قبل 2011 يسمع العالم بالرسمي معناه. أي إنسان تجيبه معك للدار من العالم هذا من الكرة الأرضية في تونس تعلم عليه الأمن إلا المغربي. ليش؟ معنى المغربي ليش؟ ثم علاقات، ثم أمة، ثم حاجة معناها ورثينا، مش لعب معناها. نحدث فيك الأخ الأسعد، تبقينا معناها اللي انت تسميها بالقوة الضرب. اخويا احنا ما نسموهاش بالقوة الضرب. انا مفكرك الاحداث في 2011 امتلك كحكاحة بدي في ليبيا وميليشيات والدنيا داخله بعضها. الجزائر غموا على روحها من الزاوية اخويا البي. انا من ضمن الصفوف الجاي بتاع الجيش باش يكون في بالك، انا 8 شهور على الحدود بتاع بن قردان نحدث فيك. انت نبديك كحكاحة صحيح، سكروا الحدود خويا، ما قبلوا لا جرحى لا مرضى حتى معاملة إنسانية، ما قبلوا والو. وصول تحب الصح ولا تحب الباطل معناها؟ ها الصح خويا البي. كانك انت تسمى القوة العظمى الدارسين في المدرسة العسكرية، وابناء حنا باع اللي يعرف شنو هو المدرسة العسكرية.
تنها فرنسا وروسيا وامريكا وتركيا داخله ليبيا وتنهب في ثورات ليبيا. احنا خويا رانا ضد الشيء هذاك، وكنا بالمرصاد وكنا رجال. راهو نحكي معاك، ما يجوش يتطولوا علينا ويقول لك احنا القوه الضربه. احنا نعرفوا كل شيء، لا قوه الضربه هذه ما ثمش منها خويا البي. على الميدان ما تحكيليش حتى موضوع خويا البي، الميدان راهو معروف يعرفوه. هذا كله حديث فاضي وكله حديث هدره متاع قهاوي. وحكايه هذه جاني ساعه. احنا راهو شوف نقول لك حاجه بالنسبه للاخ الليبي والاخ الجزائري، ما نعتبروش ساحا. اللي يجيني يقول لك ساح يبات لي في الجرده ويتوضا لي في دبوزه ويبات لي في الطوموبيل نتاعو ويلوج على وكاله 10,000 ويروح لي بدند فريس من الاوتيل ويروح لي بالكيسان. انت ما ساح هذه تحكي عليه يا حبيبي؟ انت هذا جائع، اما ساح تحكي لي عليه؟ فاش تحكوا اخويا البيه؟ خلونا واقعين، يزونا من الهدره الفاضي. خويا البيه فهمك حاجه، انا من نظام بن علي راه نحدث فيك، ما نمنش بحتى نظام بعد بن علي. اوكي، وكلامي واضح. واسمح لي خويا الاسعد، وهذه كلها افلام زايفه، نحكي معاك بصدق. ريتها اللي يهدروا فيها هذه كلها افلام خويا البي، ومشكور على القاست، وديما نحبك وديما نتفرج عليك. طيب يا اخي، طيب انت يعني كل من يدخل بيتك لابد ان تبلغ به الامن الا المغربي. لماذا هذا الميزه للانسان المغربي؟ يعني كانه صاحب الدار ولا كيف يعني؟ هذه اتفاقيه بين حسن الثاني وبرقيبه. طيب ما عندكم اتفاقية مع الجزائر مثل هذه؟ اتفاقية شنو؟ برقيبة سكروا لهم السفارة 8 سنوات. كيف ما تعرفوش التاريخ انتم؟ برقيبة سكروا لهم السفارة 8 سنوات، مشوا يستنجدوا بفرنسا باش رجعوها السفارة. وهذه حقائق يا اخي راهي موجودة. الله، يعني المغربي محبوب جدا في تونس، هذا نستطيع ان شوف حتى اخواني الجزائريين المحترمين مرحبا بهم. احنا نحكوا على الفئه هذه الفاسده اللي دخلت لنا بعد 2011 والنظام نتاعهم يحب يتدخل في شؤون. احنا امريكا ما تتدخلش في شؤوننا الداخليه، باش تدخل انت النظام العسكري تولد عام 62 تدخل فينا احنا 3000 سنه حضاره. يدش بك مريض يعاود يقروك في اقوى مدارس العسكريه باش تتدخل في الشؤون التونسيه. الساعه من الاخر انا نقولها لك كتونسي معنا. هذا كله صاحبي زائف احداث كلها. نقول لك حاجه حديثه تاع قهاوي. هذا اللي يقول لك القوه الضرب واحنا شوكر الافريق يا ودي الميدان ما كاين والو يا صاحبي. انا سافرت المغرب ونعرف المغرب كبنيه تحتيه بعدت علينا احنا تونس والمغرب تونس والجزائر وليبيا. حقيقه معناها الاخ اسعد انا سافرت مرتين المغرب ما شاء الله تبارك الرحمن، بنيه تحتيه مطارات طرقات ترانات حاجه رهيبه. والجزائر انا نحكي معاك راني ابن صفاقس ابن العاصمه الاقتصاديه، راني كنت نخدم بالسيميه على قسنطينه وعلى تيارت وعلى الجزائر العاصمه. كنت نزيك في المكرونه انا. تيري ثم حاجات ما تنجمش تحكيها يا اخي. تحب نقول لك فواياج الرمله انت تجيب الصباح ما تلقاش يزوب بالسطل، هذا تحب نقولها لك معناها. يسيبونا من الكلام الفاضي يا اخي. حصيلوا محلاكم والسلام عليكم. خويا الباي الكرتوش كي يخرج راهو ما يرجعش من الاخر وعلى الاخر. شكرا لك يا صاحبي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الاخ ايش اسمك يا اخي؟ اسمعي لي اسماء بس انت خليك انت لحاجه في نفسي. اي اسمك يا اخي هذا اللي حاطط 7 سبعات وما ادري كم عندك سبعات؟ اي اسمك يا اخي؟ السلام عليكم. نعم تفضل يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله. انا جزائري من قسنطينه. مرحبا. اوكي يا اخي اسعد. اوكي رغم انه الجزائريين عاملين انه عدم الصعود مع بهبه اوكي، لكن صعدت معك واعتذر من اخواني الجزائريين. شوف يا اخي العزيز، شوف التونسي بالنسبه لنا تونس ما معناها؟ تونس افريقيا، سمت بافريقيا لانه تونس كانت افريقيا. تونس هي قرطاج، حنابل، جمع الزيتونه. يعني ممكن جزائري احمق او عدة جزائريين يسيئون لتونس، لكن نحن في الجزائر. تونس هناك تونسيين متزوجين بجزائريات وهناك جزائريين متزوجين بالتونسيات، ونحن أقرب لهم وهم أقرب لنا، لأنهم شعب حر، شعب هانيبال. وأول دولة أسست في شمال إفريقيا هي قرطاج. ودي نعترف بها رغم أني جزائري، لكن نعترف أن أول دولة أسست في شمال إفريقيا هي
قرطاج. هو الشعب التونسي شعب حر. هناك بعض الممارسات من بعض الجزائريين يسيئون لتونس، ولهذا تلقى تونسيين ضد الجزائر. لكن يا أخي هذا شخص، شخصين، 10 أشخاص، 100 شخص. نعود لأني سمعت شخص ليبي أيضا في اللايف تاعك. يا أخي العزيز، هذا سمعت إنسان ليبي بعدما تكلم وهاجم الجزائر. الليبيين هما أبناء عمر المختار، هما إخواننا، وحتى كاين ليبيين الآن سياحة في الجزائر. ما عندنا حتى مشكل مع الليبيين. هو لا يمثل الليبيين. والأخ التونسي الذي يكره الجزائر لا يمثل كل التونسيين. لكن نعم، قيس سعيد رئيس تونسي، أو دبيبة رئيس ليبيا، يحبون الجزائر ويتكلمون بالخير عن الجزائر. وأعرف أن كلامي لا يعجبك، أعرف هذا. Okay, but I don't skip like you know that. يا أخي العزيز، المشكلة تاعنا مع الشعب المغربي، ما عندناش مشكل صراحة. أنت تحاول أنك تضحك وتستهزئ لما تسمع كلام جزائري، وتحب توصل رسالة أن كل جزائري أحمق وغبي وتبوني. يا أخي العزيز، أنت المشكل تاعك ما تعرفش الجزائر. لا تعرف الجزائر. اضحك. You're funny man. Yes, I like that. Yes. Keep laughing. I'm listening to you. أخي أسعد، أقول لك أخي في الإسلام، لكن لست أخي في شيء آخر. يا أخي شوف، لازم تعرف تاريخ الجزائر. الجزائر حتى قبل الميلاد، قبل سيدنا عيسى عليه السلام. تعرف بلي كان يوغورتا، ماسينيستا، يوبا، حتى بعد الإسلام. تعرف بلي الجزائر عندها أكبر عالم اللي عنده براءة اختراع في قارة إفريقيا، وفي العرب، وفي الأمازيغ، وفي المسلمين. 1500 براءة اختراع جزائري. بالقاسم حبة. اكتب بالقاسم حبة، اكتب هذا الاسم وستعرفوا هذا. يا أخي الجزائر ليسوا أغبياء. الجزائر عندهم عبد الحميد بن باديس، عندنا عدة علماء. يا أخي العزيز، احنا في الجزائر لسنا تبونيين. يا أخي نحن الشعب الجزائري نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقول عاش الجزائر ورحم الله الشهداء. أما الرؤساء أو الجنرالات مثل شنقريحة هم بالنسبة لنا موظفين فقط، لأنه هنا درسونا في الابتدائي. أنا درست في الابتدائي في الجزائري، يقول لنا عاش الجزائر فقط. نحن لا نقدس البشر، لأن البشر بشر. أو قالك نزلوا، شوف قالك نزلوا يعتبروني خطر. يا أخي العزيز، لا تنزلني، نحكي باحترام. وحتى الملك محمد السادس لا أستطيع أن أقول جلالة الملك، إنه جلال الله سبحانه وتعالى فقط. ربي سبحانه وتعالى هو الجلالة. لكن أحترم الملك لأنه لا يهمني، هو يهم المغاربة ومسؤول مغربي يهم المغاربة. لكن يا أخي أسعد، وكأنني أراك، والله وكأنني أراك الآن لما كنت بين قطر والإمارات السعودية، وكأنني أراك لما كنت بين تركيا والدول الخليجية. عادي، نفس السيناريو، لكن فقط الأسماء تتغير. لأن الجزائر المغرب من قبل كانت قطر السعودية، ومن قبل كانت تركيا. وأرى أنك الآن في وشك تبدو منزعجا، but I don't give shit. Okay.
اخويا والسلام عليكم ورحمه الله. لانك مسلم وباحترام يا اخي، ما تقولش كل الجزائريين غير محترمين واضحك. انا نعرف انك تهرب بالضحك، لكن اوكي نو بروبلم. يعني بمعنى الكلمه المغاربه يقدسون. جميل. انا كنت اريد اشوف انت تقدر تقول جود مورنينج ولا ما فيش، بس يلا الحمد لله يبدو انك تتكلم انجليزي. very good, you speak English better than me. right. اسمعني يا حبوب. طبعا الحملة لعدم مجيء الجزائريين إلى لايفات سعد الشرعي هذه طبيعية جدا، لأنها بانت سوءتكم هنا. الإنسان الجزائري بان حجمه الطبيعي وفكره الطبيعي هنا عند سعد الشرعي، لذلك فضيحة وجود الجزائري الغير متمكن. أنت تكلمت، يعني أنا إذا كل الجزائريين مثلك ممتاز، تكلمت وقفلت ميكروفونك بكل أدب، ما سبيت ما. والله لو كل الجزائريين مثلك قسم بالله ما نستطيع نقول شيء. أنت تقول أنت تصور الإنسان الجزائري على أنه أحمق وقبيح. لست أنا، إني لا أهاب الرجل حتى يتكلم. أنا يجي عندي جزائري أطلعه، مرحبا أخي تفضل الميكروفون لك، بمجرد أن تسمع أول دقيقتين تحس أنك أمام شوشع. يعني مو واحد طبيعي، يا اما يقول لك نحي السروال، يا اما يقول لك طلع السروال، يا اما يقول لك احنا قوه ضاربه، يا اما احنا قوه خارطه، يا اما احنا المغرب هذه بنحتلها في ساعه ونص، في 48 دقيقه او 48 ساعه. المغرب قتلوا منا 45,000. ثم تاتي وتقول لماذا نقول عنكم او عن من يتداخلون عندي اغبياء. هو من فرض هذا التسمية على نفسه وليس أنا والله أطلعه معزز مكرم مثلك. هو لو رئيسه أنا طلعتك يا أخي، أنا قمعتك، أنا سبيتك، أنا شيء أبدا. طلعتك واستمعت إليك وسجلت نقاطك عادي جدا، ما فيش أي مشكلة معي أبدا. أما أنني أتهم الجزائري أنه إنسان غبي أو أحمق، لا، أنا لا أتهم الجزائري، أنا أتهم رئيس الجزائر. إذا كان رئيسكم أكبر رأس في البلد أقسم بالله في منتهى الغباء، هذا الذي يحكمكم. يعني تخيل واحد اللي يحكمكم يريد أن ينتج 3 مليار و3 مليون متر مكعب في اليوم، بينما السعودية التي هي أكبر دولة حلي تقول أنها تنتج هذا العدد كله في سنة. يعني أنت رئيسك نفسه فيه غباء فاحش. أما أنا الجزائري هو من يحدد موقعه من الإعراب في هذا اللايف. هذا لايف ما في مجاملات. انتوا ربما اعتدتوا المجاملات ديال الصوت الواحد وصداكم يرجع صداكم تتكلم وجزائري يكلمك وبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يعمرها دار، ما هذا حقكم الخرابيط. لا، انا عندي امام لايف احترافي، لايف خطير مو سهل. فالجزائري يطلع مستواه ضعيف، طلعوا الليبيين، طلعوا التوانسة، شفت طرح التونسي، طلعوا المغاربة، طلعوا الموريتانيين، كل الناس يعرفون يتحدثون إلى الكائن الجزائري يجي احنا قوة ضاربة، واحنا والله ما حد يقدر لنا، وهذا من هذا الخرابيط كلها. التوانسة أقرب إليكم كجزائريين على أي أساس؟ على أي أساس؟ إذا جينا للجينات الوراثية فالجزائري التونسي أقرب إلى المغربي. ليش؟ لسبب بسيط، لأنها دولتين حضاريتين، يعني في جينات الحضارة. يعني لذلك المغربي يحن للتونسي والتونسي يحن للمغربي، لأنها دول أمة، دول حضارة، دول ضاربة في أعماق التاريخ. يعني جيناتهم الوراثية فيها الانسجام. أنت شعب طارئ، أنت شعب ناشئ جديد، أنت لم تكن موجود وليس لك عمق تاريخي حتى تلتقي به مع التونسي الذي يمتد عمقه إلى جذور الأرض. التونسي إذا امتد جذره إلى الأرض بيلقى المغربي، لكن ما يلقى التونسي، ما يلقى الجزائري. التونسي هو أقرب إلى المغربي بحكم الجينات الوراثية وبحكم الحضارة وبحكم التاريخ وبحكم العراقة. أنت شعب طارئ، دولة طارئة، كيان صنعته فرنسا. وعندما تقول أن شنقري هؤلاء موظفين، نعم هم موظفين، لكن موظفين عند من؟ موظفين عند فرنسا. نعم تسميتك أنهم موظفين، لكن مو موظفين عندك، هؤلاء موظفين عند ماما فرنسا، الفيزا والفاليزا وماما فرنسا العزيزة. أنا يعني مسألة أنه عندكم مخترعين أنا لا أنكر. نعم في الجزائر كوادر، وفي الجزائر أذكياء، وفي الجزائر نوابغ، وفي الجزائر
ناس عندهم براءات اختراع، لا ننكر ذلك يا أخي. أكيد فيكم بيئة محترمة، لكن بسبب حكم العسكر تحجرت العقول هكذا، وبدأ الرجل المناسب ليس في المكان المناسب عندكم. يعني أحراركم ونوابغكم وهؤلاء التي تذكرهم أنت أصحاب البراءة الاختراع كما تقول 1500، أين هم؟ أين يسكنون؟ أين يعيشون؟ كيف حياتهم؟ كيف حياة أولادهم؟ نفس الشهداء حقكم لما تقولوا 1.5 مليون شهيد، أين عيالهم؟ أين أحفادهم؟ أين؟ ما في. وأنا أما أنا لا أقول أن البلاد كلها غباء في غباء في غباء، لا، أكيد في جزائريين محترمين وأمورهم طيبة. أنتم لا تقدسون البشر، لا أحد يقدس البشر، ما فيش حاجة مقدس. إذا أنت تقصد ملك المغرب هو نفسه غير كلمة مقدس من الدستور، شالها الملك نفسه. المغاربة يحترمونه يجلونه، لا يقدسونه، هم لا يقدسونه. أنا عايشتهم يحبونه محبة حقيقية، أنتم تفتقدونها. ثم أنكم تقدسون ماما فرنسا أو ماكرون إذا جاء بكرة عندك الجزائر بالزغاريد ويعملوا له حجامة وتشفطوا لها الدهون وتستقبلوا استقبال الفاتحي. هو اللي قتل أبوك وقتل جدك وقتل الشهداء ويحتفظ بالجماجم، حالتكم حالة. طيب شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أسمع. السلام عليكم يا سعد، تحية للجميع. أولا نحب نعزي نفسي والشعب المغربي في ضحايا الزلزال، وكذلك الشعب الليبي الله يرحم الشهداء ويجعل مثواهم الجنة. غادي ندير غير مداخلة بسيطة بالدارجة اليوم باش يفهموها التبونيين حيت ما كيفهموش اللغة العربية الفصحى. السؤال ديالك كان شنو حنا كنطلبوا باش نقبلوا هذا المصطلح خوا صح؟ اوكي. باش نقبلوا خوا من المقاطعة الفرنسية او من الجزائر، اولا خاصهم يخرجوا ويقولوا انهم طيبين بالله وانهم ظلمونا ونكروا خيرنا ايام استعمرتهم فرنسا، وكلناهم وشربناهم وسكناهم، اعطيناهم السلاح واعطيناهم الفلوس واعطيناهم كل شيء طلبوه، كنا معهم اكثر من الاخوه، وفي الاخر غدروا بينا. اولا خصهم يعترفوا بهذا الشيء ويعتذروا على السب في المغاربه ملك والشعب، هذه من 60 عام لدابا، يعتذروا على القذف للمراه المغربيه الشريفه وعلى تشويه السمعه ديالها عند كل العرب، يعتذروا على شنو داروا للمغاربه صباح ديال العيد الكبير في المسيره الكحله، ويعوضوهم على الخسائر البشريه والماديه، يرجعوا لنا جثه عبد العالي اللي في ثلاجه الموتى عندهم والمغربي اللي في الحبس، يرجعوا لنا الصحراء الشرقيه ديالنا، ويخرجوا هاد الاحرار ديال الجزائر الا كانوا تماك احرار ويقولوا اللهم ان هذا منكر وسامحونا ويطلبوا منا السماحه. اوكي، وعاد نفكروا نعم ستسامحونهم؟ لا نفكروا واش نسامحوهم، يديروا هذا الشيء كامل وحنا عندنا الاختيار داك الساعات نفكروا واش نسامحوهم او ما نسامحوهم. اما الصحراء الغربيه المغربيه ما محتاجينهمش يعترفوا بها، لان المغرب في صحراء والصحراء في مغربها، وكيقول لك المثل المغربي الديب كيبقى ديب واخا تربيه وتشربوا الحليب. ترجمي. الديب كيبقى ديب، الديب يبقى ذئب ولو تربيه وتشربوا الحليب. ذيب من يوم يومه ذيب. ومثل اخر كيقول لك الا غدرك الغدار كن صبار، الا ما خلص هنا يخلص في ديك الدار. الله، هذا انا فاهمه يعني. الله، اذا غدرك الغدار كن صبار، اذا ما لم في الدار الاخره، الا ما خلص هنا في هذا الدار في الدنيا يخلص في ديك الدار، هي الدار الاخره. الله. وهذه هي السياسه اللي كيستعمل معهم جلاله الملك الله ينصره وعاش الملك، وكيستعمل معهم الشعب المغربي. لا زال يستعمل معهم الشعب المغربي، والله طيب بزاف ملككم هذا. كثير طيب، واحد امير المؤمنين، هذه اخلاق المسلمين. وهذاك الجزائري اللي قال لك احنا ما نحلوش الحدود، وهذا احنا اصلا طبقنا واحد المثل مغربي كيقول اللي درقك بخيط درقه بحيط. احنا طبقناه في الصحراء المغربيه وبنينا الجدار العازل باش نتقيو الشر القادم من الجزائر. كيف الخيط والحيط؟ قال لك اللي درقك بخيط درقه بحيط. يعني كيف اللي يعني درقك انه مثلا
حجاب او ستار او درقك، يعني حجب عليك شيء بخيط خيط ولو انه رفيع انت درقه بحيط. الله امثالك خطيره انت. وهذه طبقناها عليهم في الجدار العازل، عملنا لهم جدار العازل ودرقناهم بحيط باش نتقيو الشر ديالهم. الله الله الله، جميل جميل. انت كنت في تارودنت، الامور طيبه هناك؟ ايوه الحمد لله، بدينا كنتأقلموا مع الوضع، كان شويه صعب صراحه هذيك الايام. كان انا في كازا، انا كنعيش في الدار البيضاء، وحسينا غير بداك الشويه اللي حسينا به، مع اننا بعاد عليهم، كان رعب صراحه. الله لا يعيدها، وان شاء الله تكون مغفره للذنوب ونهايه الاحزان. هناك من سال عنك، ظن انك من يعني متي في الزلزال، قلنا لهم لا، هي موجوده وامورها طيبه. شكرا يا اسماء، شكرا لك. العفو اخي، شكرا لك، تحيه. مايسون تفضل يا مايسون. السلام عليكم. عليكم السلام. أسعد حمالة الحطب. عندك شيء تقولها يا صاحبي؟ كاينة معلومة ممكن تجهلها؟ ارفع الصوت شوية، صوتك منخفض. قلت لك كاينة معلومة حبيت نوضحها لك. شوف، ممكن تسأل كل المغاربة تقريبا اللي احتكوا بالجزائريين مثلا على الحدود ولا في الخارج، تسأل كل التونسيين اللي عندهم احتكاك بالجزائريين، اسألهم سؤال مباشر، قول لهم من هما أقرب وأحبب الشعوب لديكم. تعرف الجواب واش غادي يجاوبوك؟ غادي يجاوبوك هم الجزائريين. فهمت المقصود؟ الشواذ هذه اللي ممكن يطلعوا عندكم، يقول لك الطيور على أشكالها تقع، تؤخذ ولا يقاس عليها. يطلعوا عندك 1000 تونسيين، يطلعوا عندك 1000 مغربي، لا يمثل المغاربة. صدقني، اسأل، راك سما واسأل أي مغربي أي جزائري، قول من هما أقرب وأحبب الشعوب إليك، غادي يقول لك الجزائريين. فهمت؟ النقطة الثانية على السياحة. ليش أنتم أحبهم إلي؟ ليش؟ ما هي مميزاتكم؟ هذا السؤال طرحه عليهم. لا، طرحه عليك أنت ليش تعتبر نفسك مميز عند الإنسان التونسي؟ واي ليش؟ تقريبا نعتبر الشعب اللي أنت تجهله إطلاقا وقاعد تستثمر في أمور مسكين وأنت جاهل ماك عارف حتى حاجة. النقطة الثانية اللي بغيت نقول عليها، قبل الثانية، ما هي مميزاتك أنت ككائن جزائري حتى تتميز عند التوانسة؟ بماذا تمتاز أنت عن المغربي؟ أنا ما قلتلكش نمتاز عليه، أنت قلت أنهم لو سألنا التوانسة ما هو أحب الشعوب إلى نفوسكم وإلى قلوبكم سيقولون الإنسان الجزائري. ليش على رأسك ريشة أنت؟ إيش مميزاتك؟ هذا الشيء تجهله. يعني أنت لا تعلم شيء. وقعوا في العالم، اسمع، وقعوا في العالم 2 ثورات عالمية مشهورة لا ثالث لهم، الثورة الفيتنامية والثورة الجزائرية. الشعب الجزائري انت ممكن راك تشوفه هكا عنده امبولسيون، عنده كان دفاع ولا كذا. هذا شعب ثوري خاذ 130 سنة حرب ضروس ضد مستعمر. فهمت المقصود؟ يقدس الشرف والشرفاء، ينبذ الخائنين والعملاء. فهمت المقصود؟ كل إنسان عنده نقطة خيانة لا يحب الجزائري، طبعه خائن أكيد لا يحب الجزائري، لأنه اسمع، هل العائلة تحب الشريفة؟ طيب هل ثورتكم نجحت؟ اسأل العدو قبل أن تسألني. العدو فرنسا ماذا تكتب؟ اسأل فرنسا ماذا تكتب؟ أنا أقول لك ماذا قال العدو. العدو قال أنه قتل منكم 1.5 مليون، أنتم كم قتلتم منه؟ اسأل العدو. هذوك شو؟ أنا قاعد أقول لك أنت كم قتلت فرنسيين؟ الفرنسيين قتلوا 1.5 مليون. تحت سؤال. أنت كم قتلت فرنسيين؟ كم عدد؟ اسمع، اكتب عدد الموتى الفرنسيين على أرض الجزائر. يعني هذا لا يعني لحظة. لا أنت قلت ثورة
وفالح في أنك تعد قتلاك، لكن لا يوجد لديك أنت كجزائري ولا حتى في وسائل إعلامك ولا حتى في أرشيفك الذي يمتد 5 كيلو أنكم لديكم عدد بكم قتلتوا من الفرنسيين. أنتم تعدوا قتلاكم، فالحين في قتلاكم ما شاء الله، بتعدوا 1.5 مليون، 2 مليون، وما زالوا يرتفعوا إلى اليوم على فكرة. كل سنة يرتفع عدد الشهداء 500,000. ما أدري من بيقتلكم أنتم. شوف اسمع هما شوف الناس الجبناء تحرق في بلادك وخليتها. لو كان جزائري يكون في بلاده، هذه واحدة. احنا شهداء. اسمعني، طرحت سؤال خليني نجاوب. كم قتلت فرنسيين يا صاحبي؟ اسمع، كم قتلت فرنسيين؟ الشهداء، اسمع الشهداء انت وهنا يعتبروا وسام على جبيننا، وسام شرف. حبيبي شوف هذا الشيء ما تقدرش تفهمه، لانك لحظة أطمئنك يا أخي، تفقد الشرف. أطمئنك، والله لا أقدح في الشهداء، أنا لا أقدح في الشهداء. أنت تقدح في كل شيء شريف، أنت تقدح في الشرف أصلا. يا أخي اسمع بلا شرف بلا بطيخ. شوف، شهداءكم على عيني وراسي. أنا أعترف أن لديكم شهداء ماتوا في النضال ضد فرنسا، هذا أنا أعترف به. شوف، أنا أختلف معك في العدد. كيف عديت أنت 1.5 مليون وما قدرت تعد كم قتلت من الفرنسيين وأنت الثوري وأنت البطل وأنت الذي كذا؟ 1.5 مليون هذا ليست على امتداد 130 سنة فقط للثورة الأخيرة من 54 إلى 62 شهداء. لا عندها الشهيد نتاعها، عندهم 2 3 إلى على الأقل عندهم 2 ولا 50 مليون جزائري. انت كم عندهم الشهداء؟ احنا ما كانش عائلة ما عندهم الشهداء ماتوا على الشرف. أنت معك تقدرش تفهم هذا الشيء. 3 شهداء في العائلة. من عائلتك؟ فهمت المقصود؟ من عائلتي. يعني قرابة مباشرة، أجدادك مثلا، أجدادك ولا أعمامك ولا قرابة؟ كاين عم، كاين خال، كاين جد. احرص. دونك انت الناس هذول اللي تتكلم معاهم يعرفوا ما معنى الميدان. منين تكلمني انت الان؟ منين تكلمني؟ انا اكلمك من مدينة وهران. والله انك بتكلمني من باريس الذي قتلت ابوك وجدك، انا عارف. كذاب، تقول اي شيء، تكذب الكذبة وتقولها. انا انسان شريف، نعرف الشرف، نتكلم فيك هكا. ثانيا الشرف ما في. أكيد الناس اللي عادمين الشرف يستغربوا، ما يقدروا يفهموا الإنسان الشريف. احنا بدأت العرب في الانحطاط، في التطبيع، في الاستسلام. يستغربوا بعض الكائنات كي يشوفوا إنسان شريف مازال شاد على موقفه. بالنسبة للسياحة، أنا أنصح الجزائريين يروحوا يديروا سياحة في اليمن، نجربوا السياحة اليمنية كيف تكون. فهمت المقصود؟ عندنا الحوثيين حبايبكم يسيحوكم سياحة حلوة. روحوا نديروا سياحة هذا المرة، نسيو اليمنيات. شوف هذه أخلاقك. نكلمك بمستواك. هذه أخلاق. مستواك، راجع نفسك. مستواك أنت، هذا مستواك أنت. اسمع، أنا نكلمك بمستواك. هذه أخلاق واحد يقول أبي شهيد، والله إن أبوك طرطور ابن طرطور، مو جيد. لا حاشاك، انت طرطور ابن، انت اللي طرطور ابن طرطور، انت اللي خائن ابن خائن، انت ممن وكلب ابن كلب. هذا الذي قتلنا يا جماعه، هذا الذي ذبحنا. يجي يقول لك انا جدي شهيد وبعدين يطلع لك بهذا الاخلاق. اسالكم بالله، هذا جد، هذا حفيد شهيد. ما دخل المراه اليمنيه في الموضوع حتى يسبها. هل انا سبيت امك يا اخي؟ هذا الذي انتم فالحينه 50 سنه وانتم تليقون في اعراض المغربيات، ودحين داخلين على اليمنيات. بالله عليك ماذا سيحب فيك التونسي وهذه أخلاقك؟ عندما تقول أنه أحب شعب إلى التوانسة هو الجزائري، ماذا سيحب فيك وهذا خلقك أنت؟ وأنت تقذف في الأعراض والمحارم. كيف سيثق فيكم في أعراضكم ومحارمكم؟ يا ولد الشهيد، يا ابن الذين، والله أن أبوك طرطور مو شهيد خالص أبدا. لا يمكن يكون أنت جيناتك حق شهيد أبدا. أنت من الحراقة الذي قتلوا الشهداء. يا البوم الليبي موجود. الأخ معاذ، الأخ معاذ، يعني هو بغلط. إلى أن يأتي معاذ يا شباب، إلى أن يأتي معاذ. آخر نداء لكم، آخر نداء. تضيفوا أسعد الشرعي اللي فوق.
الاحتياطي. لحظة يا معاذ، لحظة. أسعد الشرعي، أسعد الشرعي، أسعد الشرعي، أسعد الشرعي، أسعد الشرعي، أسعد الشرعي، ضيفوه، حدثوا، كبسوا، لأنه بكرة سنتوقف في البث على هذا الحساب، وسنبقى في هذا الحساب